شايفين القرمشة، شايفين الجمال. عايزه اوريكم كمان شكلها من جوه. من نص كيلو لحمه هنعمل اكله تحفه. كنا بنشتريها غاليه جدا. بطلي بقى تجيبيها وجربي الاكله دي بالطريقه دي، هتعجبك جدا بجد والله. تحفه تحفه، طعمها خطير. انا ادمنتها خلاص. مش عايزه اقولك بقى طعمها ولا ريحتها عامله ازاي. قدميها بقى جنب مكرونه، بطاطس محمره، سلطه، اللي تحبيه بجد والله مش هتبطلي تعمليها. قرمشتها خطيرة وطعمها تحفة. نص كيلو طلع لي كمية حلوة جدا. انا قليت نصها ونصها شلته في الفريزر. يلا بينا بقى على الطريقة عشان اقول لكم انا عملت الاكلة الحلوة دي ازاي وايه هي الاكلة دي. انا عندي هنا نص كيلو لحمة مفرومة. تمام، هستعمل نص كيلو. تقدري تستعملي ربع كيلو على فكرة، برضو هيطلع لك كمية حلوة جدا، لان النص طلع لي كمية برضو حلوة. هحط على النص كيلو ده ايه، هحط حوالي 3 معالق كبار من الفيجيتار. الفيجيتار ده على فكرة انا جايباه سايب كده من عند العطار اهو. جايبه ربع بارد على ربع حار. تمام، حطيت 3 معالق كبار ورجعت حطيت معلقة تاني على فكرة، يعني حسب ما تتمسك معاكي. وهحط عليهم بضاية. وطبعا هظبط الملح بتاعي، ما تكتريش ملح لان الفيجيتار ده بيبقى مالح. تمام، بيبقى فيه نسبة ملح. تقدري بقى تجيبيه اكياس، تقدري تجيبيه سايب من العطار، بس انا الصراحه جايباه سايب يعني من عند العطار. جايبه ربع بارد على ربع حامي زي ما قلت لكم. حطيت طبعا ملح وفلفل اسود وبابريكا. وعندي بصلايه هنا بشرها كده بالمبشره ومصفيه الميه بتاعتها، مش عايزه ميتها. تمام، عشان عايزه اللحمه تبقى متماسكه معايا. عندي نص معلقه صغيره من بهارات اللحمه بس كده، مش هحط اكتر من كده. عايزه بقى اعجن اللحمه دي حلو جدا، مش اخلط المكونات ببعض، لا خالص. انا عايزه افضل اعجن. عايزه اقول لكم ان انا هفصل معاكم الكاميرا وهفضل اعجن 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 فيها. عايزاها كده تطلع كل الخيوط بتاعتها وتعجنيها حلو جدا. تمام، شفتي سهله، مقاديرنا سهله وبسيطه خالص ازاي، وبتاخدي احلى طعم. عارفين بقى ايه هي الاكله الحلوه دي؟ هنعمل مع بعض النهارده البفتيك. هنعمله من اللحمه المفرومه بجد بطريقه تحفه. هنا بعد ما عجنته اهو حلو خالص خالص. جربي بقى طريقه البفتيك باللحمه المفرومه، هتنسي اي لحمه، اي لحمه بفتيك انت بتجيبيها. والله طعمه خطير وبتاخدي كميه حلوه جدا جدا. انا جبت عندي هنا اكياس تلاجة او اي اكياس عندك نظيفه. انا بفرد عليها كده قطعة البفتيك بشكل عشوائي اهي. ده شكلها اهو، باي شكل كده عشوائي، مش لازم يبقى شكل كده مرتب ولا اي حاجة. بصي، عايزه اقولك ان انا ببل ايدي ميه، مش زيت ولا اي حاجه، ببلها ميه. وبفضل ايه ابطط فيها كده، بس بسويها كده من الجناب ايه، اللي هي الحتت اللي بتبقى ايه مفرغه كده عشان ما تفكش معايا اهو. انا الصراحه ما عنديش اكياس تلاجة وكده، عندي يعني كيسين كده. فقلت ايه بقى، بوفر بحطهم كده جنب بعض. بحاول على قد ما اقدر عشان زي ما قلت لكم ما عنديش اكياس وكده اهو. ده شكلها. عملت معايا النص كيلو ده، عمل معايا 11 واحده. 11 واحده من الحجم اللي انتوا شايفينه ده. عايزه بقى تصغريها عن كده، عايزه تكبريها عن كده، براحتك، مفيش اي مشكله. بصي، بفتيك ده ولا مش بفتيك يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ ردوا عليا قولوا لي بفتيك ده ولا مش بفتيك. احنا بنعمل الشكل العشوائي اهو بتاع البفتيك. والله طعمها كان خطير، خطيره خالص. انسي بقى اي بفتيك واعملي بقى البفتيك باللحمه المفرومه. هنا بقى خلصت اهو الكميه بتاعتي. عملوا لي بالظبط بالظبط الحجم ده 11 قطعه. 11 قطعه، وكمان ما قالتهمش كلهم، قالت نصهم. يعني ربع كيلو هيعمل لك اكله محترمه بكميه حلوه. هحطهم بقى في الفريزر ساعه. عايزه يا سلام بقى لو بيتيهم في الفريزر كده من بالليل للصبح، بس انا طبعا عشان كنت مستعجله بعمل الغدا وكده، فسبتهم بالظبط ساعه في الفريزر، ساعه بالظبط. هنا بقى هحضر الخليط اللي هحط فيه البفتيك بتاعي. عندي هنا الفيجيتار طبعا. حطيت كميه كده في طبق، وعندي بضايه هنا اهو هحط لها ملح وفلفل.
وهحط ربع كوباية كده من اللبن. وهحط ايه كمان؟ مكون بقى اللي هيخلي لي الفيجيتار مقرمش ويمسك لي الفيجيتار، سوري، اللي هيمسك لي، اللي هيخلي لي البفتيك ماسك نفسه كده ومقرمش وحلو. هتشوفوا بقى هحط ايه دلوقتي، ما تستغربوش خالص خالص من اللي انا هحطه ده، بس بجد والله هو ده اللي هيمسك لك البفتيك وهيخليه مقرمش كده وجميل. اهو حطيت بيضة وملح وفلفل وربع كوباية من اللبن. هنا هحط معلقة مليانة من النشا. نشا، ايوه نشا، هحطه على الخليط ده، هيديني قرمشة ويخلي لي البفتيك متماسك كده وتحفة. عايزة اقولك لو مش عايزة تحطي بيض، آم، حطي لبن على نشا بس، او حطي مية على نشا بس لو مش عايزة تحطي بيض. تمام. اهو ده كان شكل الخليط بتاعي. اهو هنا طلعت بقى البفتيك بتاعي من الفريزر بعد ساعة زي ما قلت لكم. بص ماسك نفسه حلو ازاي وما فكش ولا اي حاجة والله. هنزله بقى في الخليط بتاعي اللي انا عملته، البيض باللبن بالنشا. وبعد كده هحطه فين؟ في طبق الفيجيتار. اهو هاتيه بقى من عند العطار سايب، هيعجبك قوي على فكرة الفيجيتار ده. انا ما كنتش بجيبه سايب، كنت بجيب الكياس اللي هي بتاعت ماي واي دي، لو تعرفوها. حلوة برضو، جميلة جدا جدا، ومش غالية على فكرة. كيس كبير تقريبا عامل 15 20 حاجة زي كده، بس ده اوفر طبعا، وطعمه جميل جدا على فكرة. هنا رحت جبت طبق واسع شوية كده ومفرود عشان اعرف اغطيه اغطي البفتيكة كويس بالفيجيتار. اهو بصي، بصي ما مش ما فكتش مني ولا فرولت ولا اي حاجه، مع اني عايزه اقولك ان الساعه اللي سبتها فيه في الفريزر ما مسكش قوي يعني، نص نص يعني، حبه مسك وحبه كده ايه مش ماسك نفسه طري. والله ما كان ماسك يعني جدا، كان زي اهو شايفين، ما كانش ماسك قوي يعني، ما كانش اللي هو المجمد قوي. عايزه اقولك برضه عشان تاخدي نتيجه حلوه، ولو انت خايفه يفك منك وكده، سيبيه زي ما قلتلك من بالليل لتاني يوم، وتقدري تعملي بقى كميه كبيره كده وتحطيها زي ما هي كده. بعد ما تحطيها في الفيجر تحطيها في الفريزر، بس تعملي فواصل بينهم بالكيس عشان ما يمسكوش في بعض. اهو وتحطيهم بقى في الفريزر كده، ووقت بقى ايه مستعجله بتاع تطلعي كده وتقلي على طول جنب حبه مكرونه جنب حبه بطاطس. بجد اكله كانت تحفه، حلوه خالص بجد، عجبت ولادي يعني، بجد كانت تحفه. عايزه اقولك ان انا ماليش في البفتيك قوي، اللي هو البفتيك اللحمه يعني ماليش فيه. ده بجد عجبني قوي، اللي هو باللحمه المفرومه عجبني جدا، طعمه بجد كان تحفه. هنا عندي زيت، انا خلصت زي ما قلت لكم الكميه بتاعتي كلها. عندي زيت سخن جدا، انا مسخنه الزيت على فكره قوي. هنزل بقى بالقطع بتاعه البفتيك بتاعتي. وهنا كنت عملت بقى حبه مكرونه زي ما قلت لكم. اهم حاجه زي ما قلت لك الزيت يبقى سخن قوي، ومش بقلبه ولا اي حاجه غير لما الاقيه خد لون، يعني ياخد لون كده اروح قلبيه. اهو عملت هنا زي ما وريتكم كده مكرونه. انا بحب شكل المكرونه دي قوي، اللي هي الكبيره شويه. بصي عندي الزيت سخن، بنزل كده بالقطعة بتاعتي اهي ماسكة نفسها وما فكتش مني ولا فرولت ولا اي حاجة. خطوة الفريزر دي مهمة قوي، ان هي بتمسك لك القطعة كده وما بتخليهاش تفك منك ولا تفرول ولا اي حاجة. مش هقلبها خالص لحد ما الاقيها خدت لون حلو من تحت. وهنا جهزت الطبق بمناديل كده عشان اطلع عليها تشرب اي زيت زيادة، وسيبيها تاخد وقتها كده على البوتاجاز. تمام، يعني ما تستعجليش عليها. عايزه اقولك ان العين اللي انا مشغله عليها دي العين اللي هي الصغيره بتاعه البوتاجاز عشان تستوي معايا حلوه من جوه. هنا كانت خدت لون اهو. هنا زي ما قلت لكم انا ما قلبتهمش غير لما لقيتهم خدوا لون حلو من تحت اهو، ومسكوا نفسهم كده. بحاول اشيل اي حاجه كده نزلت عشان ما تمسكش في البفتيك وتعمل له كده اللون مش حلو. بصي هنا اول كميه بعد ما طلعتها، بصي والله مقرمشه وماسكه نفسها وتحفه. بصي حلوه خالص بجد. قدميها كده بقى بجد والله تحفه. على فكره تنفع كمان في العزومات، بتبقى حاجه واو بجد، والله بتبقى طعمها تحفة، محدش اصلا هيفرقها حاجة يعني، حاجة كده بجد لذيذة وطعمها حلو.
يا رب الطريقة بتاعتي والوصفة تكون عجبتكم النهاردة. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم تحت في التعليقات ايه. اشوفكم بقى في فيديو جديد، وما تنسونيش باللايك. قدميها بقى بالطريقة اللي تحبيها زي ما قلتلك. بجد حاجة كده طعمها جميل وموفرة ولذيذة. اللي عايزة اقولك لو هتتاكل كده في سندوتشات برضو بتبقى طعمها حلو قوي. والنص كيلو على فكرة بيطلع كمية حلوة. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم تحت في التعليقات ايه. اشوفكم بقى في فيديو جديد، مع الف سلامة.